لكن في اللحظة دي انفجر البركان بشكل مفاجئ وعنيف. وكسر حاجز الصمت اللي استمر آلاف السنين، وخلى علماء الجيولوجيا في العالم كله يعيدوا حساباتهم. الصور اللي الأقمار الصناعية لقطتها أظهرت مشهد مرعب، سحب كثيفة من الغبار والرماد بتغطي مساحات شاسعة من الأرض. والمرعب إن إثيوبيا فيها حوالي 50 بركان من نفس العصر الهولوسيني، وبركان هايلي جوبي اللي هو واحد منهم كان خارج حساباتنا تماما، بما إنه كده كده خامد ومفيش منه قلق. وده بيخلينا نسأل، يا ترى في كام بركان تاني في المنطقة العربية والإفريقية إحنا فاكرينه خامد وهو بيغلي تحت الأرض مستني لحظة الانفجار؟ No, God! No, God, please, no! No! القرى اللي حواليها في منطقة عفر واللي بيسكنها رعاة بسطاء معتمدين على الري وموارد المياه الشحيحة، صحي السكان على كابوس مفزع. السكان قالوا حسينا وكأن في قنبلة اترمت علينا، دخان ورماد في كل حتة. وفعلا القرية اتغطت تماما بالرماد، والنهار اتقلب ليل والرؤية بقت شبه معدومة. وبرغم من ان التقارير الأولية الحمد لله ما سجلتش خسائر في الأرواح البشرية، إلا ان الكارثة الحقيقية كانت اقتصادية. الرماد البركاني غطى المراعي اللي الحيوانات بتعتمد عليها، ولوث مصادر المياه المحدودة أصلا في المنطقة. ومن الناحية العلمية، مركز تولوز الاستشاري للرماد البركاني رصد إن عمود الرماد والدخان ارتفعوا لمسافة جنونية قدرها 14 كيلو متر في السماء، يعني حوالي 45 ألف قدم. ليه بنقول بالقدم؟ لأن الطيارات التجارية بتحلق على ارتفاع من 30 ألف قدم ل 40 ألف قدم، يعني الحمولة بتاعت البركان اتحدفت لفوق على مستوى أعلى من الطيارات. والارتفاع الشاهق ده خلى السحابة ما تفضلش في مكانها في إثيوبيا، وبدأت رحلة عابرة للقارات. أي نعم الثوران وقف خلاص في إثيوبيا، لكن اللي طلع من بطن الأرض كان خلاص بدأ رحلته. بمجرد ما الرماد وصل لطبقات الجو العليا، الرياح خدت السحابة الضخمة وبدأت تحركها ناحية الشرق، وأول حاجز جغرافي قابلته كان البحر الأحمر، فعدته بمنتهى السهولة ودخلت شبه الجزيرة العربية. وهنا بدأت تظهر تقارير وفيديوهات جاية من اليمن وسلطنة عمان. السحابة كانت محملة بآلاف الأطنان من المواد البركانية وغاز ثاني أكسيد الكبريت. في اليمن الناس شافوا السماء لونها بيتغير، والرؤية الأفقية بقت معدومة، ورماد أسود دقيق بيتساقط بكميات مهولة. شهادات اليمنيين بتقول إنهم صحيوا من النوم لقوا طبقات رماد مغطية البيوت والمزارع، وده طبعا عمل حالة من الذعر هناك لأنهم مش متعودين على الظواهر دي. ومركز الإنذار المبكر في اليمن طلع تحذيرات شديدة اللهجة، وقال الناس لازم يلبسوا كمامات ويقفلوا خزانات المية كويس علشان التلوث. ومن اليمن السحابة كملت طريقها لسلطنة عمان. تخيلوا انك تشاهد بث المباشر جمع نقاط حولك الشتات. كيف 360 شدة؟ كم نقطة؟ 999 نقطة. عدنا هنا 325 شدة، 3999 نقطة. 60 شدة 5 نقاط. تخيلوا عندك شو كمية الشدات راح تشتريها. 240 شدة 4799 نقطة. عندك 180 شدة 4699 نقطة. 120 شدة 4599 نقطة. 60 شدة 5 نقاط. تخيلوا لفترة محدودة، فترة محدودة. كم 325 شدة بكم؟ 3999 شدة. 360 شدة 999. شوف أترو كم شدة؟ أترو 325 شدة 4999. شوف متجري 325 شدة 3999. 360 شدة 999 لفترة محدودة. كيف نشاهد بسك حتى نجمع النقاط، حتى نشاهدك، حتى نسلك شدات؟ كيف؟ وين كده؟ خشوا على متجر جوجل بلاي، بتروح على هنا بحث كيك، ما في أبسط منه، ما في كيك بالعربي. تحمله، تضغط على فتح. بعد ما تحمل البرنامج من جوجل بلاي تخش على كيك. راح يجي لك تعمل حساب على جوجل. فراح اتركك فيديو هو كيف تنشئ حساب على كيك بكل بساطة على جوجل بدون
اي حاجة ابسط منه ما في. راح انشئ فيديو حالا جاي اشرح لما تنشئ حساب على كيك. طبعا خش على هنا السيرش او البحث هنا اهو، تضغط اكتب كده GAMEBLAYS 5 بهذا الشكل. تمام، اول واحدة هجي تمام، تعمل بحث او هيجي لك بالشكل ده كده. تضغط على الشات. اهم شيء تضغط على الزر الاخضر حتى تشاهد متجر وتشاهد كم لديك كم نقطة بحسابك، حتى تشاهد بس. كل ما تشاهد بس دقائق، كل دقيقة بنقطة. خدت اول الانش لازم تضغط على اللون الاخضر اللي فوق، الاخضر يتحول لاسود. اهم شيء حتى يحسب لك النقاط، يجي لك 5 نقط مباشرة. ثانك يو فور، هيجي لك رسالة كده. اول ما تعمل كده هيجي لك ثانك يو فور كده. فبعد كده اول ما كده بوتريكس بوت موثق تضغط كده تشاهد بس مباشر على كيك. تضغط التعجب، علامة التعجب بهذا الشكل، نقاطي، تعمل ارسال. شوف بوتريكس بوت موثق لديك 5 نقاط. تشاهد بس كل دقيقة نقطة. شوف الشدات، جمع الشدات. خش هنا مثلا، تجمع النقاط. اقول لك الحين كيف ترسل لك، يحول لك الشدات بحسابك. خش كده تعمل تعجب، بعد كده متجر. تفضل هذا رابط متجر القناة. هيجي لك رسالة بالشكل ده، تضغط عليه. بعد ما تجمع النقاط، مثلا جمعت انت مثلا 999 نقطة او 3990 نقطة، جمعت. بعد ما تجمع خش كده اهو على كده متجر تعجب ومتجر. كده خش على كده، هيجي لك صفحة بالشكل ده كده. شوفوا بقى، هيجي لك كده اهو، هيجي لك كده. مهم جدا اكتب اي دي واسمك الببجي. اهم شيء توضح لي تلمح لي اي دي واسمك الببجي. يعني مثلا انا راح اشتري، مثلا انا عندي 5 نقاط الحين، انا عندي 5 نقاط. راح اشوف كم نقطة اللي عندي بالحساب، وراح اشتري بها الشدات حتى الشدات يوصلنا وتصدق الشدات. مثلا انا جمعت، مثلا انا نفترض انا لسه مش معايا الشدات. راح اشتري هسه، راح اشتريها. نعمل عرض السطح، السطح عشان حتى يجيب كأنك شخص، كأنك عادي. راح يجيلك بهذا الشكل كده الشدات. تمام، من 60 شدة لغاية 360 شدة. تخيلوا، أرخص متجر ممكن تشوفه. عندك هنا ماشي. أنا مثلا أنا لسه الحين ما جمعت 990 نقطة أو 3999 نقطة. مثلا أنا الحين مثلا راح أشتري، هل ممكن أقدر أشتري 360 شدة وأنا ما معي نقاط؟ خلينا نشوف. مثلا أكتب هنا مثلا الاي دي، مثلا لمح اكتب الاي دي. مثلا انا اكتب الاي دي مادي 1 2 6 3 1 0. تمام، اكتب هنا اسمي، مثلا اسمي الموجود في اللعبة. تعمل نسخ، تعمل مثلا كده اهو، خش الاي دي مالتك، تعمل نسخ وتحطه هنا اهو. تعمل الاسم نسخ وتحطه هنا اهو. تمام، اهم شي توضح لي. مثلا هعمل اشتري، هذا هيجي لك هذا بالشكل ده. اضغط عليها كده اهو،
اعمل تحديد الكل، اهم شيء تعمل تحديد الكل حتى يوصلك الشداد. لا بالشكل ده كده تعمله نسخ. تمام. بعد كده تروح لمنطقة